أثارت المناوشات التي وقعت بين شانسيل مابيمبا لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية والناخب الوطني وليد الركراكي عقب نهاية مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس إفريقيا جدلا كبيرا في الأوساط الكروية. وعاد مابيمبا إلى تهدئة الجدل الذي أحدثته تلك المناوشات، حيث أكد في تصريحات صحفية عقب تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي البطولة عقب فوزه على مصر بركلات الترجيح أنه لا يحمل أي ضغينة للركراكي وأنه يحب المغرب. وقال مابيمبا: أقضي إجازاتي الصيفية في مراكش مع عائلتي، وبالتأكيد أنا أحب المغرب، لا أحمل أي ضغينة للمدرب الركراكي، لقد كنت أريد فقط أن أدافع عن نفسي. وأضاف: لقد حدثت بعض سوء التفاهم، ولكنني أعتقد أن كل شيء قد انتهى الآن. أنا أتمنى للمنتخب المغربي كل التوفيق في البطولة. تصريحات مابيمبا قد تساهم في تهدئة الأجواء بينه وبين الركراكي وتجنب مزيد من الجدل في المستقبل.